يا مساء الفل، يا مساء السعادة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مرة تشرفيني ما تنسيش تعملي اشتراك. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف العظمة اللي احنا عملناها النهاردة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ الطاجن بجد مش عارفة ايه الجمال ولا ايه الطعامة ولا ايه الحلاوة دي. الطاجن ده رهيب، طعمه تحفة تحفة تحفة. لو جربتوا مرة الطريقة دي صدقوني مش هتعملوه غير بيها بعد كده. يا ترى بقى من شكله عرفتوا ده طاجن ايه قبل ما اقولكوا ده طاجن ايه؟ ده يا جماعة طاجن خصية والحلالي بتاع العجل. طبعا في ناس كتيرة جدا مش بتحب الحاجات دي، بس والله هي مفيدة جدا وطعمها على فكرة حلو. وده شكلهم بعد التنظيف. انا مخليه الجزار مقطعها بالطريقة دي كده، وبستلمها منه جاهزة كده على اني اغسلها، بس اقطعها قطع صغيرة واغسلها. يلا بقى ندخل على الطريقة على طول واقول لكم احنا هنعمل ايه. الاول معانا مية مغلية علشان هنسلق فيها الحلال. المية غلت معانا، هسقطه فيها وهسلقها كأننا بنسلق لحمة بالظبط. هنحط ورق لورا وهنحط بصلاية وهنحط قرنفل وهنحط حبهان. هنحط اي حاجة ليها روايح نفاذة علشان تمنع الزفارة منه. وطبعا انا غسله الحاجات دي كويس جدا بالملح وبالليمون وبالدقيق. معايا هنا بصل، وطبعا كميته مش كبيرة، دول 3 بصلات. احنا اصلا الوصفة دي محتاجة بصل كتير. ومعانا فلفل سبايسي على عادي، ومعايا توم، ومعايا جزر مبشور، ومعايا طماطم. الطماطم مش كتير، هي نص طماطمية تقريبا هي اللي مقطعة مكعبات. وانتي لو عايزة تزودي البصل اكتر من كده حطي بصلاية كمان. على فكرة الوصفة دي بتبقى حلوة جدا بالبصل، هي اساسها اصلا البصل. يلا بقى ندخل على الطريقة. انت هتجيبي طاسة عندك هتسخنيها كويس جدا، وهتجيبي معلقة سكر وهتحطيها فيها. مش هتقربي للسكر ولا هتيجي جنبه غير لما تلاقيه بدأ يدوب زي ما انت شايفة كده. اول ما يبدأ يدوب في الصينية بتبدأي ان انت تقلبي زي ما انت شايفة كده بالظبط. وبعد كده انزلي بقى بحتة سمنة فلاحي او حتة زبدة على حسب المتوفر عندك، ومع شوية زيت صغيرين. نزلت بعد كده بالبصل وهسيبه يتكرمل مع السمنة ومع السكر. احنا مش هنسيبه يتحمر قوي، مجرد بس ما ياخد لون ويبدأ يتشوح كده ننزل على طول بباقي المكونات واحدة واحدة. شايفين وصل للون ده؟ حطيت هنا الجزر ونزلت بالطماطم ونزلت بالثوم. هما هياخدوا سوا واحد، عشان كده نزلت بيهم مع بعض. هنديها بقى تقليبة حلوة عشان المكونات كلها تمتزج مع بعض. وبعد كده نزلت بالفلفل. احنا بننزل بالفلفل اخر حاجة عشان برضو مش عايزين لونه يتغير قوي معانا. على فكرة الاكلة دي من اسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها برضو. هنا الحاجة معايا اللي اتسلق ده قطعته وحطيته في جنب، والخصية برضو كنت غسلتها وقطعتها قطع، وكمان جبت حتة ليا قطعتها مكعبات علشان احطها معاها. طبعا الليا مع اي حاجة بتطعمها جدا، والليا عندك هنا هتخلي الطاجن دسم وحلو جدا. هنزل بقى بالمكونات واحدة واحدة، ومع مع كل مكون بنزله ببدأ ان انا اشوحه كويس. وبعد كده بقى نزلت باللية اخر حاجة واديتها برضو تشويحة حلوة مع المكونات كلها. وعايزة اقول لكم انه من اول ما نزلت اللية، اول ما بدأت تاخد تشويحة كده، ريحة الطاجن قلبت الشقة كلها. والله يا جماعة الطاجن ده من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها. بدأت ان انا احط هنا التوابل، حطيت فلفل اسمر وحطيت كمون وحطيت قرفة والملح وبس، مش هحط اي حاجة تاني. هقلب برضو التوابل كلها مع بعض، والملح بتظبطيه على حسب رغبتك برضو. الصوص المكرمل اللي احنا عملناه ده بيودي الطاجن في حتة تانية. وعلى فكرة ممكن تعملي نفس المكونات اللي احنا عملناها، نفس الصوص بنفس الخضار، ممكن تعملي طاجن لحمة
زودت بقى للطاجن نص كوبايه ميه وسبته يغلي حوالي 10 دقايق على البوتاجاز، وبعد كده دخلته الفرن على درجه حراره 200 يا دوبك بس اخد وش معانا وبقى جاهز على التقديم على طول، وخرج معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. قدمت مع طحينه وعيش بلدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم.